وخلاص، ده روح تعيش جوه الروح. لو ضحكة طلعت بإيد الناس يبقى هو السبب بوضوح. في الشدة جنبك وقت الفرح يسند خطاك لو يوم طريق، زي الضي في قلب الجرح، زي النسيم لو مرة قرب. ما يبيعكش بلحظة هواك ولا يغدر. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم تاني يا أحلى مستمعين في الحلقة التانية من برنامجنا الصداقة حياة، اللي بنحاول نعرف فيه أسرار الصداقة ومعانيها الحقيقية. معاكم رؤيا أحمد محمود فرغلي، وأتمنى ليكم وقت ممتع ومفيد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا: إزاي تختار صديقك. الصداقة مش مجرد علاقة عابرة، دي رابطة بتستمر لسنين طويلة. فاختيار الصديق المناسب مش حاجة سهلة، وهنعرف النهاردة ايه المعايير اللي نختار بيها أصدقائنا، وازاي نتجنب الصداقات السامة. أول حاجة لازم نفكر فيها لما نختار صديقنا ايه هي الصفات اللي نبحث عنها. أولا، الصدق. الصديق الحقيقي لازم يكون صادق معاك في كل حاجة، حتى لو الكلمة مرة. ثانيا، الإخلاص. الصديق المخلص هو اللي بيقف معاك في السراء والضراء. ثالثا، التفاهم. التفاهم بينكم بيخلي العلاقة سهلة ومريحة، حتى لو اختلفتوا في الرأي. مش كل الناس اللي نعرفها تبقى أصدقاء حقيقيين. الصديق الحقيقي هو اللي بيشجعك على التطور، وبيساعدك تكون أحسن نسخة من نفسك. في ناس بتدي طاقة إيجابية، وفي ناس بتسحب من طاقتك. ازاي تعرف الفرق؟ الصديق السوي بيسمعك، بيشجعك، وبيحسسك بالأمان. الصديق السلبي دايما بيشككك في نفسك، وبيحاول يقلل منك أو يستخدمك لمصلحته. لو حسيت إن الصديق ده بيأثر على نفسيتك بالسلب، يبقى وقتها لازم تفكر كويس في استمرارية العلاقة دي. الصداقات السامة هي اللي بتسبب لنا توتر وقلق بدل ما تخلينا نحس بالراحة. وعشان نتجنبها، أولا خليك واعي، لاحظ تصرفات الشخص اللي قدامك. لو حسيت إنه دايما بيحاول يسيطر عليك أو يقلل منك، يبقى ده مش صديق حقيقي. ثانيا، حدد حدودك. الصداقة مش معناه إنك تسمح لحد يتعدى على خصوصياتك أو يضايقك. ثالثا، ثق في حدسك. لو حسيت إن في حاجة مش مظبوطة، غالبا حدسك صح. عايز تبني صداقات ناجحة؟ خليك صادق مع نفسك أولا، واتبع النصايح دي. أولا، كن مستمعا جيدا. الصديق اللي بيعرف يسمعك دايما هتبقى علاقتكوا قوية. ثانيا، شارك اهتماماتك. لما تكونوا عندكوا اهتمامات مشتركة، هتبقى الصداقة أسهل وأمتع. ثالثا، كن داعما. الصديق الحقيقي هو اللي بيشجع صاحبه على تحقيق أحلامه. وما تنساش إن الصداقة الحقيقية بتتطلب مجهود من الاتنين علشان تفضل قوية. وفي ختام حلقتنا النهاردة، عايز أقول لكم الرسالة دي: الصديق الحقيقي هو اللي بيقف جنبك في الشدائد، وبيساعدك تكون أحسن نسخة من نفسك. فخليك حكيم في اختيار أصدقائك، وخليك صديق حقيقي للي حواليك. وزي ما قالوا: الصديق وقت الضيق. فخليك دايما سند لصاحبك، واعرف ان الصداقة الحقيقية هي اللي بتعيش معاك طول العمر. شكرا ليكم يا أحلى مستمعين على حسن استماعكم. هنلتقي في الحلقة الجاية من برنامج الصداقة حياة، واللي هنتكلم فيها عن الصداقة في الإسلام. وما تنسوش تشاركونا آرائكم وتجاربكم عن ازاي اخترتوا أصدقائكم على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعة قناتنا. كانت معكم رؤيا أحمد محمود فرغلي. إلى لقاء قريب، وربنا يحفظكم إن شاء الله.